بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من دنيا المراه. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال. النهارده ان شاء الله جايبه لكم وصفه من الوصفات الرائعه جدا جدا اللي بتفتح البشره وبتصفيها وبتديها نضاره، كمان بتوحد لون البشره وبتزيل اي بقع داكنه او سمره في البشره، وغير كده بتشد البشره وبتعالجها من التجاعيد. بصراحه وصفه في منتهى الروعه، هتغير بشرتك 180 درجه لدرجه ان كل اللي حواليكي هيسالوكي عن سر جمال بشرتك. زي ما انتم شايفين قدامكم المكونات يا بنات كلها مفيده ومغذيه وبتفتح البشره جدا جدا. كل اللي انت هتحتاجيه معلقه كبيره من الزبادي الطبيعي بدون سكر او الياغورت. هتحتاجي كمان معلقه كبيره من بياض البيض او ما يعادل بياض بيضه، معلقه صغيره من الحليب المجفف او اللبن البودره. هتحتاجي معلقه صغيره من خميره الحبيبات او الخميره الفوريه. عايزه اقول لكم انها مفيده جدا جدا للبشره، وكمان لو في اي حبوب في بشرتك هتعالجها باذن الله وهتزيل اي اثر للحبوب. معلقه صغيره من النشا. كل المكونات زي ما انتم شايفين مفيده جدا للبشره، وعايزه اقول لكم ان الخميره مفيش منها اي ضرر باذن الله، وكل خبراء التجميل بينصحوا بيها. كل اللي انت هتعمليه هتمزجي المكونات مع بعض. عندي هنا معلقه كبيره من الزبادي، هضيف عليها معلقه كبيره من بياض البيض، معلقه صغيره من الحليب المجفف او اللبن البودره. طبعا زي ما انتم عارفين اللبن البودره بيفتح البشره جدا جدا، بيبيضها وبيزيل البقع الداكنه، بيزيل كمان التصبغات الجلديه. الخميره بتفتح البشره بعمق، كمان بتزيل الحبوب اللي بتبقى موجوده في البشره. معلقه كبيره نشا. النشا طبعا وبياض البيض بيشدوا البشره وبيعالجوها من التجاعيد، كمان بيفتحوا البشره جدا جدا، بيدوا البشره نضاره وبيخلوها صافيه وجميله ومشرقه. هتمزجي المكونات مع بعض كويس جدا. الكميه اللي انت هتعمليها دي تكفيكي لمده يومين، ممكن تستخدميها لمده يومين مش هيحصل لها اي حاجه، هتحتفظي بيها في الثلاجه. اهم حاجه المكونات تمتزج مع بعض وتتجانس. بس كده يا بنات كل المكونات تجانست مع بعض والماسك بقى جاهز معانا للاستخدام. طريقه الاستخدام سهله جدا، طبعا زي ما اتعودتوا معايا لازم البشره تتغسل كويس جدا بالميه وبالصابون او بالغسول المناسب. بعد كده هتحطي الماسك على بشرتك وتسيبيه لمده نص ساعه يكون نشف تماما. بعدها هتغسلي بشرتك بالميه الفتره الاول وبعد كده بالميه الساقعه. هتدهني بشرتك باي كريم مرطب انت بتستخدميه يكون نوع جيد. ان شاء الله هتلاحظي فرق جامد جدا من اول مره، هتلاحظي ان بشرتك مشدوده وناعمه وجميله جدا وكلها نضاره. كمان وصفتنا بتفتح البشره جدا. طبعا مع الاستمرار هتلاحظي نتائج افضل وافضل باذن الله. لو في اي تجاعيد في بشرتك ان شاء الله الوصفه دي هتشد البشره، مش هيبقى في اي تجاعيد، كمان مش هيبقى في اي بقع داكنه او سمره في بشرتك. كمان لو بتعاني من مشكله الاسمرار اللي بيبقى حوالين الشفايف ان شاء الله الوصفه دي هتعالج الاسمرار تماما باذن الله. هتفتح بشرتك وتخليها صافيه وجميله، وزي ما قلت لك هتخلي كل اللي حواليكي يلاحظوا الفرق ويسالوكي عن سر جمال بشرتك. هتعملي الماسك ده كل يوم ان شاء الله يجيب نتائج مبهره جدا. اتمنى انكم تجربوه، والاهم من كده انكم تستمروا عليه. ما ينفعش بنات نستخدم الماسك مره واحده وخلاص، لازم تستمري عليه علشان يجيب نتائج افضل ويجيب النتيجه اللي انت عايزاها وبتتمنيها. بكده يا بنات تكون خلصت وصفتنا النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا منها. يا ريت بقى لو كنتي اول مره تشرفيني في القناه تشتركي فيها بالضغط على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو. ما تنسيش كمان تفعلي الجرس علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. اشوفكم على خير في حلقه جديده من دنيا المرأة، والسلام عليكم ورحمه الله.